السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن الطاقة السلبية أو المود السلبي اللي كتير جدا بنتحط فيه وما بنبقاش عارفين نخرج منه ازاي. الاقتراح الأول إني أخرج لمكان بحب أروحه، أو إذا انتم أشخاص مش بتحبوا تخرجوا فأقدر إن أنا أختار أي مكان في البيت أنا برتاح فيه نفسيا، أو أكتر مكان في البيت محبب ليا وبحس فيه بهدوء وراحة نفسية. هقعد فيه وهفصل دماغي تماما عن اي تفكير واي طاقة سلبية واي افكار بتجيني، والاكيد اني هقعد فيه من غير ما امسك التليفون ولا ثانية. الاقتراح اللي بعد كده انه هاتوا اي ورقة وارسموا اي رسم، واكيد طبعا حتى لو مش بتعرفوا ترسموا تقدروا تعملوا ده. اعملوا اي رسم او لونوا، حتى الحاجات دي بتفرق جدا او بتغير المود بشكل ما حتى لو انتوا ملكوش في الرسم قوي. الاقتراح الجاي ده بالرغم انه مجهد شوية لكن هو هيطلعنا من المود بطريقة حلوة قوي. في نفس مكاننا الهادي اللي احنا اخترناه هنبتدي نتمرن اي تمرين احنا بنحبه، او اي تمرين بمعنى اصح بسيط هيفرق قوي في المود بتاعنا. كتير قوي مننا الاكل بيبقى تفريغ طاقة بالنسبة لنا، واننا ناكل كتير لحد ما نتخن، لكن احنا مش هنعمل كده. احنا هنعمل حاجة حلوة قوي وفي نفس الوقت هتحجم من موضوع اننا نقوم ناكل على طول اي حاجة موجودة في التلاجة. اعملوا اي وصفة جديدة او وصفة لذيذة بتحبوها، عموما انتوا اعملوها بايديكم، هتفرق برضو معاكوا قوي وانتوا بتعملوا كده الاكلة. وفي نفس الوقت عموما يعني اي حد بيبقى بيعمل اكل ده بيخليه ما ياكلش كتير، مش عارفة ليه. فاحنا كمان كده حلينا مشكلة اننا بناكل اصلا كتير واحنا متضايقين. ممكن تجيبوا نبتة او زرعة جديدة تهتموا بيها، او ان انتوا تزرعوها اصلا من الاول. ده كمان بيغير في المود بشكل ما اننا في حاجة مهتمين بيها بنسقيها كل يوم. ممكن كمان نتكلم مع صديق مقرب لينا، الصديق ده بيطلعنا من المود. بنرتاح نفسيا واحنا بنتكلم معاه، سواء هنتكلم عن المشكلة لو في مشكلة فعلية مضايقانا، او هنتكلم وخلاص ان احنا من غير ما نحكي تفاصيل مشكلة، او انه مجرد يغير من مودي وخلاص. الاقتراح الجاي بقى اني اقرأ كتاب. انا بحب الاقتراح ده قوي بصراحة، لان فكرة اني اقرأ كتاب حلو وقصته حلوة اتخيل المشاهد، ده بيطلعني من المود بطريقة حلوة قوي. فكرة ان انا ابتدي اتعلم حاجة جديدة او اني اكمل حاجة انا اصلا كنت بتعلمها قبل كده واجلتها، ده هيفيدني في ايه؟ المود السلبي اللي بنبقى داخلين فيه ده بيكون يعني بيهيئ لنا حاجات كتير جدا، من ضمنها ان انا بستفاد في ايه او بفيد الناس في ايه، او انا ماليش لازمة او مفيش فايدة بعملها. فالفكرة هنا انشغال عقلي بحاجة تفيده اكتر. يعني طول ما عقلي مش مشغول وفاضي كده، طول ما هو هيفضل يفكر في حاجات تضايقه او يجيب لي مواقف من وانا طفلة مثلا، فكده هقدر اسيطر على عقلي واشغله في حاجات تانية تفيده احسن. هي اول حاجة وقبل اي حاجة ومسك الختام الصلاة. لو الوقت اللي احنا متضايقين فيه او مخنوقين فيه من اي حاجة ده مش وقت صلاة اصلا، يعني خلاص اوقات الصلاة عدت واحنا متضايقين دلوقتي، نقدر نقوم في اي وقت اننا نفرش السجادة بتاعتنا في اكتر مكان احنا بنحبه ونصلي، نحكي ونفضفض كل حاجة، نطلع كل حاجة حرفيا من قلبنا، نفضفض ونتكلم مع ربنا بأكتر طريقة مريحة بالنسبة لنا واحنا ساجدين. دي اكتر حاجة حرفيا ممكن تخرجنا من اي مود سلبي، اي طاقة سلبية، اي افكار وحشة، اي حاجة في الدنيا بتفصل حرفيا عن العالم. طب لو انا واحدة مش قادرة ان انا اصلي حاليا، اقدر ان انا اعمل كده بس من نفس المكان، اي مكان انا فيه، واقدر ان انا اتكلم واحكي ويبقى عندي اذكار بتريحني، اقدر ان انا افضل اذكر بيها برضو ان شاء الله بإذن الله هتكون سبب في اننا برضو نغير من المود بتاعنا. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا اعجبني وتشتركوا في القناة علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. وشاركوني برضو في التعليقات تحت، اكتبوا ازاي بتتخلصوا من الطاقة السلبية او المود السيء اما بيجيلكوا، ايه اكتر فكرة عجبتكم في الافكار اللي قلتها.